الولد ركب اسياج كهرباء عند باب بيته ووصله. بعد كده نشر كرات صغيرة على الأرض وغطاهم بسجادة. بعدين رش مسدس لعبة باللون الأسود، وفي الآخر شال جزء من الأرضية. اتضح إن 4 مجرمين اقتحموا بيته، لكن المجرمين شافوا الفخاخ اللي باين إنها طفولية وما خدوهاش بجدية خالص. جهزوا نفسهم يقطعوا السلك الكهربائي مباشرة، وبشكل غير متوقع واحد منهم اتصعق بالكهرباء وتحول فورا لسوبر سايان. المجرم الغاضب جهز نفسه يقفز فوق السياج الكهربائي، بس بدل ما يقفز زنق على الكرات اللي على الأرض. الزعيم وصل فورا وشاف على طول فخ الدمبل عند الباب. الزعيم قطع خيط الصيد في محاولة إنه يلغي الفخ، لكن بشكل مفاجئ الحركة دي فعلت آلية تانية. الراجلين بس كانوا لسه راجعين على رجلهم لما الولد قطع حبل وفعل فخ تاني. واضح إن الزعيم برضه ما كانش قد الولد. في اللحظة دي الزعيم بص من فتحة الباب عشان يشوف الولد فين، بس اترش بالطلاء. على طول لبس رقعة عين مؤقتة. الزعيم الغاضب قرر ينشر الباب الأمامي بالمنشار. الباب اتنشر بسرعة. الزعيم فتح باب أوضة النوم بحذر، والنتيجة كانت حرامي تاني قرر يدخل من الشباك، والولد كان مستنيه من زمان. الحرامي لسه بيفتح الشباك فجأة اتحول فورا لواحد وشه أبيض. مجرمة تانية جهزت تدخل من الباب الخلفي، لكن إيدها اتلزقت بالسوبر جلو، فجهزت نفسها إنها تقلب الباب الخلفي، بس قفزت فورا في بركة الطين. المجرمة قدرت توقف بصعوبة كبيرة، بس بعدين لمست خيط الفخ.